بكم يا احلى متابعين ومشاهديني في الدنيا، اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بنت النهارده رؤيه رمضان كريم عليكم يا رب. النهارده بقى قلنا ايه، اول يوم في السحور هنعمل لكم بقى العيش الشامي زي ما انتم شايفين اهو، تحفه. وريحته بقى مش قادره اقول لكم عليه، وبقل التكلفه، كل رغيف اجمل من التاني. شايفين جميل ازاي؟ ما شاء الله عليه، اللهم بارك. يلا بقى نسمي بالله، صلى على الرسول، ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه كيلو من الدقيق نخلاه اهوت، عليهم باكو خميره الفوريه، ومعلقتين من السكر ممسوحين، ورشه بسيطه قوي من الملح. تمام كده اهوت. ومعايا الميه الدافيه حسب العجينه ما تاخد معايا الميه. تمام قوي كده اهوت. يلا بقى نقلب كل المواد الجافه دي مع بعض وعلى عجان. هنزل بالميه كده حبه بحبه لحد ما تستكفى مني العجينه. تمام او كده. انا عايزه عجينه مفتوحه عشان اللقمه تبقى طريه معايا. تمام او كده اهوت. خدت مني عجن كفايه ربع ساعه مش اكتر. ما شاء الله عليها. تعالوا بقى ايه نلمها كده اهوت، ونسيبها ترتاح وتخمر في نفس الوقت. تمام او كده اهوت. انا اغطيها بكيس تلاجة اهوت. تمام. احطها بقى كده زي ما هي كده في المطبخ، وارجعوا لي تاني. بعد ما خمرت معايا اهي وريحت ما شاء الله عليها، انا طبعا عندي صينيه على الرخام رشيتها حبه بسطه من الدقيق، على قد ما تقدروا ما تكتروش في الدقيق عشان اللون ما تنشفش معاكم. واخد حته كده على قد الليمونه زي ما انتوا شايفين، حسب ما انتوا عايزين الرغيف، عايزين تكبروه عايزين تصغروه لكم في مطلق الحريه. انا خليه كده رغيف وسط كده اهوت. تمام اهو كده اهو. اعمل واحده تاني. شوفي هي فيها تلزيقه، بس انا ايه، ببل دقيق بحبه، يعني ببل ايدي بحبه دقيق كده بسيط قوي، عشان انا عايزه عجينه ايه لينه خالص عشان اللقمه تبقى طريه معايا. تمام او كده اهو. تمام. اخلص كل الكميه ورجعت عشان ما اطولش عليكم بعد ما اخلص زي ما انتوا شايفين حطيت رشه برده من دي بسيطه، واغطيها لحد ايه ما تريح معايا وتخمر. تمام او كده اهو. ما شاء الله عليها زي ما انتوا شايفين اهو، اتخمرت معايا وريحت. تعالوا بقى اوسع نفسي كده على الرخام عشان افرد ايه، وافرش المفرش اللي انا احط عليه العيش بعد ما افرده. هجيب طبعا حبه دي على المفرش اهوت وافرده. حاجة جميلة في البيت والله، كفاية بس ريحة العجين، وطبعا هيبقى من ايديكم احلى واجمل. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. شايفين بقى احنا عملنا كيلو من الدقيق وباكو خميرة الفورية زي ما انتوا شايفين اهوت، ما كلفناش ولا اي حاجة. جميل جدا. تاكلي بيه بقى الجبنة مع الخيار كده اهوت، الفول، البيض، اي حاجة تاكلي بيه العيش الشامي ده. واجمل بقى بالملوخية، تحفة ما شاء الله عليه. شايفين العجينة معايا لينة اهيت، طبعا خدت راحة كفاية اهيت زي ما انتوا شايفين. تمام اوي كده اهوت. هو السمك ده اللي احنا عايزينه. هرش بس شوية دي كده حاجات بسيطة كده على المفرش، واحط الرغيف اهوت. تمام اهوت زي ما انتوا شايفين. وعملنا لكم طبعا الطعمية، وعملنا لكم الفول والعيش السحور اهوت، وعملنا لكم الجبنة. الحاجات دي جميلة طبعا في البيت وبتوفر كتير طبعا. تكفي انك انت الحاجة عندك في الفريزر، هيوفر معاكي في الوقت وما تنزليش كتير. تمام اوي كده اهوت. شايفين الرغيف جميل ازاي اهوت. هفرده طبعا كده دوران اهو زي ما انتوا شايفين حبايبي.
هحطه طبعا جنب اخوه كده على المفرش اهو زي ما انتوا شايفين. تمام اهو كده اهو. هحطه بقى كده ايه واكمل طبعا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. هخلص طبعا كده واغطيه برضو زي ما انتوا شايفين اهو، مغطيته اهوت يخمر بس معايا. انا مولعه الفرن طبعا فوق وتحت مسبقيا، يعني مولعه الفرن مولعه شوايه. هنزل اهو في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. احط رغيف تاني. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه وهوريكم برضو هو بيقب برضو عشان اكون مصداقيه معاكم. شايفين بيقب ازاي واحده واحده، واللي جوه برضو شايفين ما شاء الله عليه اهو. شايفين جميل ازاي، اللهم بارك. الله اللهم صل عليك يا نبي، تحفه ما شاء الله. شايفين والتاني برضو اهوت، مش عارفه امسكه بصراحه ربنا سخن. تعالوا بقى نحط رغيف تاني وتاني اهو. هوريكم برضو لما بيقب برضو. كل حاجة قدامكم حبايبي واضحة اهي. شايفين اهو. بس لسه بقى الشواية اتحمروا من فوق. كل ما النار اعلى كل ما يقب معاك الرغيف ويديك النتيجة هايلة ما شاء الله عليه. اللهم بارك. صحتين وهنا على قلبكم يا رب. الله عليه. شفتوا الرغيف؟ كل رغيف اجمل من التاني ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. شايفين العيش جميل ازاي. يلا بقى يا حبايبي بقى جربوا قولوا لي ايه رايكم. ما تنسوش طبعا بقى في الشير واللايك واشتراك في القناه عشان ينزلكوا كل جديد، وكومنت كده حلو منكم يسعدني كده ويخلينا نتشجع ننزلكوا فيديوهات اجمل واجمل. واشوفكم على خير ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.